بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي في البيت بكل بساطة وسهولة، ومع يعني شوية تغييرات كده بسيطة واحنا بنحضر الحواوشي. هتخلي الحواوشي معاكي بالظبط زي اللي بتشتريه من بره، نفس الطعم بالظبط، مفيش أي فرق خالص. تكات وتفاصيل كده بسيطة، وبأقل المكونات كمان هنقدر نعمل حواوشي بمنتهى الروعة والجمال، وكمان يعني بالظبط زي اللي بتجيبيه من المحلات، وبكمية قليلة جدا هنقدر نعمل برضو كمية حلوة. يعني دول 7 أرغفة، أنا عملتهم من ربع كيلو لحمة مفرومة بس، مقرمش من بره وطري من جوه، وبجد طعمه في منتهى الجمال. ويلا بينا نشوف عملناه ازاي. معايا هنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ويفضل ان يكون عليها نسبة من الدهن. معايا هنا معلقتين كبار من البرغل، انا غسلتهم كويس وصفيتهم من الميه، يعني ما نقعتهمش، غسلتهم بس. معايا بصلايه كبيره كده محترمه، مفرومه فرم ناعم، ومعاها كمان قرن فلفل احمر وواحد اخضر، حامي او بارد زي ما انت عايزه. ومعايا هنا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من بهارات اللحمه، ومعلقه كبيره مليانه من بهارات الحواوشي، ودي بتتجاب من عند العطار عادي. دلوقتي هحط البصل كده بالميه بتاعته، وهحط عليه البرغل، يعني انا ما صفيتش البصل ولا حاجه. تمام. واحط عليهم كمان التوابل بتاعتي اللي انا حضرتها، يعني مش هنحط اكتر من كده توابل. وكمان البرغل ما تكتريش اكتر من معلقتين كبار على الربع كيلو لحمه، علشان بس ما يضيع لناش طعم اللحمه في الحواوشي. هبتدي دلوقتي اقلب كده كل الحاجات دي مع بعضيها، افركهم كده كويس مع بعض، واسيبهم كده حوالي ربع ساعة بس البرغل ياخد يعني يتنقع كده في المية بتاعة البصل، وكمان يتشرب كويس هو البصل من البهارات اللي انا حطيتها. ربع ساعة كده بس، وبعد كده هنرجع لهم تاني مع بعض. تمام كده، بعد ما عدى عليهم كده ربع ساعة هبتدي احط عليهم اللحمة المفرومة بتاعتي. وعلى فكرة نسيت اقول لكم بالنسبة للملح، الملح يعني انا ما بحطش ملح بس كده في الاول، علشان بهارات اللحمة وبهارات الحواوشي بيكون عليها ملح. فانا بس بعد ما بحط المكونات كده كلها مع بعضيها بشوف لو محتاجة ملح، بحط طبعا حسب الرغبة. هقلب بقى، هعجن كده اكني بعجن عجينة، هعجنهم كده كويس كلهم في بعض. عايزة كل المكونات اللي محطوطة مع اللحمة المفرومة دي ما تبانش خالص، تفضلي تعجني لحد ما كمان اللحمة تبقى عاملة معاكي كده، يعني تبقى مفتلة كده او مطلعة زي خيوط. يا اما تفضلي تعجني فيهم كده لحد ما توصلي للمرحلة اللي احنا عايزينها، يا اما تاخديهم كده ضربة واحدة كده في محضر الطعام او في الكبة، هي فرمة واحدة بس كده وهتطلعيهم. انا خدتهم كده في الكبة زي ما هم كده، خدتهم فرمة واحدة بس كده وطلعتها. اهي بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هوريكم بس كده الخيوط اللي بتبقى كده في اللحمة. اهي شايفين، هو ده كده اللي احنا عايزينه. هتفضلي تعجني فيها لو مش متوفر عندك كبة، هتفضلي تعجني فيها لحد ما توصل للمرحلة دي كده. تمام كده. هبتدي دلوقتي اعمل كده حفرة في اللحمة بتاعتي او في الحواوشي. انا كنت محضرة طبعا كده يعني حتة فحم حطها على النار، وهبتدي دلوقتي اطفي كده فيها الفحمة. هتدينا طعم وتست يجنن جدا، زي اللي احنا بنشتريه من المحلات، الحواوشي اللي بيكون مستوي على الفحم. طبعا بيبقى طعمه خطير جدا. احنا بقى من غير ما ندخن ولا نبهدل الدنيا، تركاية كده بسيطة هتخلي لنا الحواوشي يروح في حتة تانية خالص، طعمه يعني يروح في حتة تانية خالص. بعد ما حطيت كده حتة الفحماية، طبعا غطيتها وسبتها حوالي ساعة كاملة متغطية بغطا محكم، علشان اللحمة المفرومة بتاعتي تاخد كويس أوي، تشرب كويس أوي من ريحة الفحم. بعد كده طلعتها بقى، وهبتدي كده ارص في العيش. ومعايا هنا طماطم طرنشات وفلفل طرنشات، دي طبعا اختياري، حابه تحطيها ماشي، مش حابه او عندك موتزاريلا حابه تحطيها، عايزاه تسيبيه كده ساده، مفيش اي مشاكل خالص. ببتدي كده اكور اللحمه وارصها كده في العيش بالطريقه العاديه خالص اللي احنا بنعمل بيها الحواوشي. انا عملت بس كده حوالي 3 ارغفه بالطرنشات الطماطم والفلفل، والباقي كده خليته ساده. زي ما قلت لك، حابه تحطي عليها موتزاريلا مفيش اي مشاكل خالص، برضو هتبقى طعمها حلو.
نبتدي كده نفرد كويس اللحمة المفرومة. والله الربع كيلو يعني عمل معايا بسم الله ما شاء الله، يعني كمية كويسة، 7 أرغفة. شوفوا احنا بنجيب الرغيف من بره، رغيف الحواوشي بنجيبه بكام من بره، وبيبقى حجمه كمان قد ايه. فما شاء الله اللحمة يعني رمت معايا كويس، وكمان الرغيف كان مليان، والطعم كان بجد تحفة جدا. بعد ما خلصتهم بقى كده، طبعا كنت مشغلة خلاص الفرن علشان يسخن معايا، وهبتدي دلوقتي ادهن بقى كده العيش من الوش ومن الظهر كده بالزيت. ويا سلام بقى لو عندك ليا وتسيحيها وتدهني كده بيها العيش، بيبصي يعني مش قادرة اوصفلك، بيبقى بجد طعمه يجنن. طبعا انا مش متوفر عندي خالص الليا، فعادي خالص هندهن العيش كده بالزيت، مفيش اي مشاكل. يعني يا دوبك دهنه بس كده خفيفة علشان بس تخليه مقرمش. احنا بنحبه بصراحة مقرمش قوي، يعني بتك عليه شوية كمان في التسوية. هدهنهم بقى كده كلهم بنفس الطريقة، وبعد كده هدخلهم الفرن على طول، بحطهم على الشبكة. يعني بخلي الشبكة كده فوق الصاجة على طول، وبشغل الفرن من تحت بس، و7 دقايق أو 5 دقايق، وبقلبه على الناحية التانية، وبيبقى واخد اللون التحفة اللي انتوا شايفينه دوت. بجد طعمه يجنن، ريحته جميلة قوي قوي قوي. والطماطم والفلفل على فكرة ادوهم تيست حلو قوي، جربوها ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. الحواوشي بجد في منتهى الجمال، وما شاء الله الرغيف مليان وحلو، مقرمش من بره وطري من جوه. شايفين التسويه بصراحه بسم الله ما شاء الله جميله قوي، بصراحه حاجه تفتح النفس. جربوا الطريقه ديت والتكات البسيطه ديت، وان شاء الله باذن الله الطريقه تعجبكم. واتمنى يكون الفيديو النهارده نال على اعجابكم واستفدتم منه باي حاجه، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.